نخش على تقييمات الماتش. محمد صبحي وعواد الكومبو ده كده، عواد 0 لان الجون شوربه اللي دخل فيه، ومحمد صبحي 5 عشان بيطلع بالكره حلو، لكن الجول الاول بتاعتك دي في زاويتك. اطلع قدام. صلاح مصدق 0، كارثي يا صلاح مصدق الجونين منك. حسام عبد المجيد 6 من 10. في نقطه بس اتكلمت عليها في الحلقه تحليليه مش هقعد اعيدها تاني، هي دي اللي بتضايقني فيك، انك بتطلع ورا المهاجم. للي هيشوف فيديو التقييمات بس، حسام عبد المجيد بيسيب مركزه ويطلع ورا المهاجم. بنتايج 6 من 10، ما اضافش كتير، ما هاجمش بنتايج اللي احنا مستنيينه. في الدفاع بيتعدى منه، مش عارف مال بنتايج، بس بنتايج سوبر ستار انا واثق فيه. عمر جابر انا ما شفتوش في ماتش النهارده لا هجوميا ولا دفاعيا، فهديله 5، ما عملش غلطه وما اضافش في 5. دونجا 0، وانت تبطل كوره. وبعيدا عن الاسيست، انت يا ريت تمشي من الزمالك، انت خلاص بقى انت مدمر الفرقه ومش عارفين نلعب بسببك. عبد الله السعيد بقى له 4 ماتشات مش كويس، بس على الاقل بيطلع الكوره من قدام. 6. ناصر ماهر لا يختبر، مش عارف في ايه الولد ده، حظه وحش جدا. سيف جعفر والله بالنسبه لي 7، ما بيلعبش في مكانه وبقاله سنه، بقاله 25 سنه ما بيلعبش كوره. انا حاسس سيف جعفر مشواره الفني لسه ما ابتداش بتاع الكوره، فهديله 7 كاول مباراه لي. يعني انا فاكر لعب الترجي وجاب جون، بس انا بهزر. 7 ندعم اللعيب. مصطفى شلبي الشوط الاول كويس، الشوط الثاني مختفي كالعاده. مش عايز اقعد احفل واتريق عليك. 5 من 10، انا مش مقتنع بيه، وما ضغطش في كذا كوره. الفرقه كلها بتضغط من اول تلت ساعه، هو واقف ورا. ناصر منسي 8 من 10. سيف الجزيري لما نزل بصراحه مع اني ما بطيقكش 8 من 10، كنت ممتاز. حسام اشرف 0 ضايع. ما حدش تاني اضاف. لما الونش مدافع. ايمن رمادي اديله كاول ماتش 8 من 10، مش وحش، بس اخر تلت ساعه ادار الماتش غلط خالص، بس بقاله يوم بس 8 كتير عليك. 6 من 10 عشان بس ايه، ما هو اول يوم وكل حاجه، بس ادار اخر تلت ساعه كارثي في حته تغيير ال5 دفاع دي كارثيه. ولو عايز تعرف ليه ارجع للحلقه.